السبب الاساسي نتاع الندوه الصحفيه نتاعنا وانه ولات عندنا شكوك كبيره وانه الملف يقع التعاطي معاه. لا كسيم شبوب كمواطن تونسي عادي كشخص عادي، وانا ما كسيم شبوب اسم رصين مع الاسف، اسم يخوف برشا، اسم ما نعرفش الناس اللي هي تتمتع بالحريه وهو في المرنقيه خايفه منه، حتى محبوس خايفه منه، حتى املاكه الكل مصادره خايفه منه. كيفاش محتجز؟ محتجز باعتبار كل الاجال 300 يوم وفاو 300 يوم وفاو ما وقعش التمديد، ربما وقع التمديد اليوم الصباح لكن خارج الاجال. كان من المفروض كي يفاو 300 يوم اوتوماتيكمون يبدا خارج سوار السجن. دونك احنا نعتبروه انه محتجز. مع الاسف السبب اللي خلانا نخرج ونتكلموا، احنا كما قلت احنا هيئه دفاع محترفين، نرافعوا قدام المحكمه، نرافعوا قدام القضاء، ما نجيوش في ندوه صحفيه باش نرافعوا. ولكن لاحظنا باستغراب كبير انه برشا تجاوزات حصلت، الامر يخلينا نشكوا فعلا وانه الملف يقع التعامل معه كملف عادي، وان ما يقع التعامل معه كسليم شبوب. سليم شبوبك الاسم الكبير، بينما تحل الملف تلقاه ملف صغير برشا. وهذا الامر اللي خلانا نقولوا انه الناس اللي واقفه وراء ايقاف سليم شبوب راهو عيب عليكم، واليوم جوستومون نتوجهوا لهم ضمايرهم، راهو عيب عليكم، راهو السيد موقوف وانتم تنعموا بالحريه وملككم مصادره ومرته مريضه وولده مع شخص للشارع الى اخره. راعيه شويه يا ناس. قاضي التحقيق على الاقل في مرتين يفرج عليه، وقاضي التحقيق هو اللي يقعد مع سليم شبوب، هو اللي يحكي معاه، بينما دائره الاتهام عندها اوراق جهه ما تعرفش سليم شبوب. دائره الاتهام قاضي التحقيق اللي يوقف سليم شبوب هو اللي يذم بالافراج عليه بعد 6 اشهر تقريبا، لانه يعرف انه الملف هاوش فيه وفما ضمانات وفرها. ايش تحبوا يجيب سليم شبوب؟ يخلع البنك سويس باش يجيبها لهم لهنا باش يسيبوه، وظهر لي متاكد وكان قال حتى نجيب 100 مليار ما همش مسيبينه. هذاك الامر اللي خلانا نحط عديد نقاط الاستفهام، وديما تبقى ثقتنا على كل كامله في العداله. وان شاء الله المره الجايه كي يقراوا ملف سليم شبوب ما يقراوش سليم شبوب كسهر الرئيس وانما سليم شبوب كمواطن. شو تحرككم تو سيء معناتها تستنوا الوقت؟ تحركات الان نتوجه بها لضماير الناس اللي مع الاسف تخاف من سليم شبوب، ولكن من قانونيا نجموا بعد 3 أسابيع نعاودوا مطلب افراج اخر، وربما وقتها تكون نظره اكثر اريحيه من طرف القضاة اللي باش ينظروا في مطلب الافراج الجديد. ما كانش كي يفاووا ل 14 شهر قانونيا سليم شبوب يخرج حر طليق ما يدفع حتى مليم. والناس اللي يقول لك 12 مليار ونص خليهم عنده سليم شبوب، ماذا بينهم يجدوا من فلوسهم ويحطوهم في الخزينه العامه.